السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين تعرفوا أهم الأخبار عن صفقات الأهلي والزمالك وأهم أخبار الزمالك؟ يلا بينا. هنتكلم دلوقتي على أخبار نادي الزمالك. أهم حاجة هنتكلم عليها هي تشكيلة نادي الزمالك متوقعة. هنتكلم عن نادي الاتحاد المستري وخطورته. هنتكلم عن نقطة ضعف الاتحاد المستري. هنتكلم عن نقطة ضعف نادي الزمالك اللي هيستغلها نادي الاتحاد المستري. هنتكلم على أهم أخبار نادي الزمالك وأهم صفقات النادي الأهلي والراحلين عن يكسب. لازم يعمل توازن بين الدفاع والهجوم، ولازم يبقى معاك كوره على طول. نقطة الضعف الاتحاد المستري هي في الباك الشمال. باك الشمال بتاع الاتحاد المستري ضعيف جدا جدا جدا. ولو الزمالك عايز يستفاد من الحتة دي بالذات ناحية الشمال عند الاتحاد المستري وناحية اليمين عند الزمالك، لازم يلاعب زيزو مكان ابراهيم نداي. زيزو وجنبه شيكابالا عشان يقدر يهجم بقوة والقوة اللازمة في الحتة دي. ولازم الناحية التانية سرعات ابراهيم نداي ويرفع عرضيات. ونصيحة من نادي الزمالك لأوسوريو، ما تبدأش بحاتم سكر. ابدأ بعبد الغني وسام عبد المجيد ومسلوسي. الزمالك التشكيلة متوقعة، وتشكيلة الزمالك المتوقعة معانا هي محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع الثلاثة مسلوسي حسام عبد المجيد عبد الغني، خط النص روقة وفتوح والسيد نيمار وشيكابالا وابراهيم نداي وزيزو، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري. دي تشكيلة الزمالك متوقعة لماتش الاتحاد المنستيري. واهم نقاط الضعف في فرقة نادي الاتحاد المنستيري هي حراسة المرمى. الحارس بيغلط كتير، بيخطأ كتير، بباصات خطأ كتير، ودي من اهم نقاط الضعف. هو والباك الشمال زي ما احنا قلنا قبل التشكيله المتوقعه نادي الزمالك. الباك الشمال الزمالك يركز على الباك الشمال، والحارس يضغط على الاثنين دول، وهيقدر ان شاء الله يكسب نادي الاتحاد المنستيري. واهم نقاط القوه نادي الاتحاد المنستيري هو الشيخاوي لاعب مهم جدا في نادي الاتحاد المنستيري مع الصفقات الجديده. لسه هنشوف ايه الصفقات الجديده. اعتقد الاتحاد المنستيري هيعمل صفقات جديده. وايضا الهجمات المرتده احنا كنا لسه بنقول في اول فيديو ان الزمالك لو عايز يكسب يعمل توازن بين الدفاع وبين الهجوم، لان الاتحاد المنستيري فريق في الهجمات المرتده فريق مرعب بالفعل. في ماتش الترجي والاتحاد المنستيري كان الترجي كسبان الاتحاد المنستيري الشوط الاول 2-0. في الشوط الثاني بالهجمات المرتده قدر يكسب الاتحاد المنستيري. الترجي فريق قوي، الترجي 3-2. هجمات مرتده خطيره. وطبعا احنا عارفين الفتره الاخيره ان الزمالك خسر بالاربعه من النادي الاهلي بسبب الهجمات المرتده، وتعادل مع نادي فاركو بسبب الهجمات المرتده. ويحذر أوسوريو من الهجمات المرتده. نادي الاتحاد المنستيري نادي قوي، نادي محترم جدا في تونس، ومحقق مراكز وارقام قياسيه رائعه. كانت افتتاحيه البطوله العربيه، وكانت مباراه قويه جدا بين الوداد وصيف افريقيا. وكان الموسم قبل الماضي بطل افريقيا. نادي الوداد نادي قوي، ونادي السد نادي قوي. كانت مباراه قويه، وكانت افتتاحيه رائعه في البطوله العربيه. وكانت مباراه فيها نديه قويه بين الوداد والسد، وكانت مباراه رائعه. ولكن ده يثبت لك ان مفيش توقعات. يعني في ناس تقول لك نادي السد نادي قوي، نادي من اسيا، ناس تقول لك الوداد، ولكن لا، التوقعات فاجأت الجميع. خلصت المباراه 0-0. كانت مباراه قويه، وكانت هجمه هنا وهجمه هناك. مباراة كانت كويسة جدا جدا. والنهارده مهمة جدا جدا هي مباراة الهلال والترجي. برضه نادي الترجي نادي قوي ونادي كبير ونادي محترم. نادي الهلال من أقوى الأندية والمرشح من ضمن مرشحين الأبرز في البطولة العربية هو نادي الهلال، مع اتحاد جدة والنصر والزمالك والترجي والوداد وأهلي طرابلس، وفرق قوية جدا جدا. مباراة قوية النهارده. تابعوا البطولة العربية لأنها هتبقى من أفضل البطولات، وهتبقى بطولة رسمية في الفترة الجاية، لأن الدوري السعودي حل البطولة بالصفقات القوية، والناس بتتابع عشان تشوف بنزيما وكانتي وفابينيو وفيرمينيو وميندي واللعيبة المهمة جدا جدا اللي أبرمها الدوري السعودي في الأندية القوية جدا جدا في السعودية. وأهم أخبار النادي الأهلي هو رحيل الشناوي. كلام كتير. الشناوي راح الهلال. راح فين؟ راح النصر. الشناوي راح النصر بمبلغ 10 مليون دولار. النادي الأهلي عطى الضوء الاخضر الشناوي لرحيله. قدم كتير الشناوي النادي الاهلي، قدم كتير جدا لجماهير النادي الاهلي، وحان الوقت انه هيرحل عن النادي الاهلي الى نادي النصر. نادي النصر طبعا دخل على بطولات قويه، ونادي النصر بيدور على افضل حراس
اللي يقدر يحمي عرين النادي النصر السعودي وهو الشناوي، افضل حارس في افريقيا وافضل لعيب في افريقيا هو الشناوي، هو اللي هيقدر يقف في حراسه مرمى النصر. وصفقه قويه نادي النصر، وصفقه قويه جدا جدا النادي الاهلي، مبلغ قوي اللي هيقدر، مبلغ كبير اللي هيقدر يستحوذه النادي الاهلي بعد رحيل الشناوي، ويقدر يجيب حارس قوي، وقادر الاهلي يجيب حارس قوي. والنادي الاهلي عنده حراس قويين زي علي لطفي وزي شوبير، عندهم حراس قويه النادي الاهلي، وفي حراس قويه في الدوري. نتكلم عن اهم حاجه شغله الناس الفتره الاخيره، وعلي معلول. علي معلول جاي له عروض ياما من السعوديه، جاي له عروض ياما من تونس. هل علي معلول يرحل من النادي الاهلي ولا يبقى في النادي الاهلي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديوهات الجايه، ودي كانت اخر اخبارنا النهارده. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تدعمونا وننزل لكم فيديوهات كتير، والاهم عن صفقات اوروبا في الايام. سلام.